السلام عليكم أحبابي ورحمة الله وبركاته. قضية الأبراج قضية كاذبة ولا يجوز الاعتقاد بها، لأنها تغشش كثير من الناس. مرة تخلي يحزن، ومرة تخلي يعود يفرح، ومرة تقول له برجك مثل المصريين برجك برج الدلو ويلحظك دايما حلو. هذه ما تاكل عندنا. اكو قضايا هنا موجودة نعم، بس ما يعرفها إلا عباقرة العلم، نعم، إلا الأئمة إلا الأنبياء. مو هسه يجي هذول المتأخرين وقال لك والله أنت برجك برج الأسد زين كذا، وبرج الخروف وبرج الدلو، خو حط مويه بالدلو وشربها للأسد وخلص انتهى، صارت الأسد مكيف على المهم هذه قضايا من التكهن وكاذبة، ولا أحد يستطيع أن يأتي بحرف واحد صحيح. اي نعم، شنو حظك هيك هالشكل، ميلادك، البرج، النجوم وكذا، والميزان تستخدمون، هاي غلط. وش يسوون؟ النوب من يحكي ويقول لك يابا عيوم ساعدك بفلان شيء، حظك هالشكل. واحد يبقى شو وقت يوصل حظي، شو وقت يوم سعدي، هاي كلها كذب، وهاي تأذي الناس. فلا واحد يروح لأهل الأبراج أو يقرأها بمجلة أو يخابر واحد عراف يقول له ما تشوف برجي، ويا من يلتقي برج زين مو زين، مواليدي كذا. اي نعم، برج نحس برج زين، واكو بهم ينفصلون من زواجهم، ولا ايش برجي ما يلاقي برجك، عمي يا برجك ما يلاقي برجها، هذا غلط. الإمام علي عليه السلام قال يا عخيل اختر لي امرأة قد ولدتها الفحول من العرب، لا قال له شوف برجها ولا قال له شوف برجي، واختار شخصية زينة حتى يختار لي الإمام علي عليه السلام. انتهى الموضوع، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا علي ابن أبي طالب إمام الناس، عبقري العباقرة، سيد العباقرة، نعم، إمام الجنس والإنس والجن. هذا يعني وين يعني ما أدري البرج أقوى من الجن؟ هذا إمام الجن والإنس، يقول له اختر لي، تعود خاف برجها ما يلتقي ويا برجك، او تزوجته ورحت بعدين واحد صار شاطر ويقول له ما تشوفي لي، يقول لها ما تشوفي لي بالله برجها ويا برجي. وين كنت انت حتى هسه تدور برجك ويا برجها مو زين، او برجك ويا برج هذا مو زين؟ وين كنتوا؟ الا تزوجتوا وصارت بلاوي وعرك ودنيا ورجعتوا للابراج. مو واحد يرجع للسحاره وهذيك منذوره ايدها وهاي تعرف بالابراج وهذا خبير بالابراج وهكذا. خطأ، كله خطأ. لا تعيشون بهذا الجو، لا حد يدور ابراج ولا ياخذون منكم فلوس، ودير بالكم عيشوا مسألة طبيعية. اي نعم، مثل بقية الدول، انت روح اختار الزوجة الصالحة وما اترك الابراج، ما لك علاقة. اي نعم، لا واحد مع اجل احتراماتي يسخف عقله، نعم، ويروح يدور ابراج، والله برج فلان شي والله برجي ويوم السعد هذا. انت تخلق الايام، انت تخلق السعد مالتك. لا تسبوا الايام او لا تلعنوا الايام فتلعنكم الايام. اي نعم، هالشكل. انت اخلق السعادة، انت اخلق الفرح ببيتك، حاول تصدق ويا رب العالمين وشوف امورك شلون تمشي، وما للانسان الا ما سعى. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.